لو عايز عربيه ب20,000 او ب30 او ب40 او ب50 او ب60 او ب70 معاك لغايه 80,000 جنيه. اعتقد ان العربيات في الميزان ده مش هتعدي 80,000 جنيه، لان معظمها عربيات قديمه، موديلات 1990 95 2000. اعتقد اعلى حاجه 2002. في عربيات منهم ملاكي وعربيات نص نقل. طبعا في فيديو كنت نزلته كان في حضانه، وكل الناس سالتني على العربيات اللي فيه. بس هو لسه للاسف ده الحكومه ما نزلتش العربيات تاني يعني، بس في مزادات مشابهه ليه. بمعنى ايه؟ يعني في شركه مقاولات دلوقتي منزله مزاد يوم 29/12. المزاد اللي هو يوم 29/12 ده مزاد فيه حوالي 35 عربيه ملاكي، وفي حوالي 30 عربيه نص نقل. عربيات قديمه، موديلات قديمه يعني، بس في نفس الوقت العربيه دي مش هتلاقيها دلوقتي. العربيه بتتباع باللوت، والعربيه ترخص، وعادي ممكن اي حد يدخل يشتري عربيه. بتروح تجيب كراسه الشروط. العنوان بتاع كراسه الشروط ده 2 شارع شريف، عمارة اللواء، القاهرة عابدين. بتروح الشركة تقول لهم يا جماعة أنا عايز كراسة الشروط بتاع شركة المقاولات. بتشوف كراسة الشروط، بتلاقي فيها كل العربيات اللي نازلة باللي هي ترخص ولا لا ترخص. وبعد كده بتشوف أماكن المعاينة. هو أعتقد المزاد ده المزايدة بتاعته في القليوبية. وبعد كده بتشوف المعاينه وتروح جاي رايح على مكان المعاينه بكراسه الشروط، تدخل تقول له لو سمحت انا جبت كراسه الشروط. اعتقد هتلاقيها ب 100 او 200 جنيه. وبعد كده هتروح جاي داخل باصص على العربيه. ما تدخلش على العربيه واحده، خش على 3 4 عربيات، عشان دي لو ما رستش عليك تلاقي حاجه تانية رست عليك. وبتبص على العربيات كلها وبتعرف ان العربيه دي بيكون مكتوب عليها لوت 1، لوت 2، لوت 3، لوت 4. انا بقدم لك محتوى في الاول والاخر، يعني انت ممكن تستفاد منه وممكن غيرك يستفاد منه. حاول الفيديو ده لو انت مش هتستفاد وشيره لحد ممكن يكون هو محتاج عربيه. انا وفرت عليك حاجه. انا صورت لك العربيات، نزلت لك صور العربيات فهتلاقيها في اخر الفيديو ده. بس انا قلت اما اقول لك برضو انت بتعمل ايه عشان تجيب عربيه من مزاد. بعد كده بتشوف العربيه وتروح تحضر المزايده. بيقول لك طبعا ايه، انت في تامين دخول المزاد، بتدفع مثلا 10,000 15,000 على حسب. وبيقول لك برضو هل في نسبه عموله للشركه اللي منزله المزاد ولا لا. بتكون حاسب الموضوع ده. وطبيعي انت العربيات دي اصلا قطع غيارها هتلاقيها رخيصه جدا يعني، ومتوفره. هي عربيات بيجو وعربيات شاهين وعربيات 131 و132 و133 و135. العربيات دي ونص نقل. انا منزل لكم كل صور العربيات. ان شاء الله ربنا يكرمكم بعربيه منهم. واتمنى ان انا اكون بقدم محتوى يفيد الناس. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله.